أول صفة، هتلاقي التسامح دايما صفة بينكم. يعني مثلا لما تغلط تلاقي الطرف التاني بيسامحك، بيتقبل أعذارك، ما بيتصيدش ليك الأخطاء. تاني صفة، الرعاية والاهتمامات. وعلشان نفهم الرعاية والاهتمامات تعالى ناخد مثال بسيط. يعني مثلا انك هتلاقي الطرف التاني بيحاول يراعي مواعيدك، لدرجة انه ممكن يجي على اوقات راحته هو علشان يعرف يلاقيك ويتكلم معاك. تالت صفة، هتلاقي الطرف التاني صبور معاك جدا. يعني لما انت بتتعصب وبتتنرفز هو بيستحملك وما بيزودش المشاكل معاك. رابع صفة، هتلاقي الطرف التاني عايز يخليك ناجح وبيساعدك وبيشجعك. يعني لو انت بتذاكر مثلا هيساعدك انك تذاكر ويكون حافز ليك، ولو انت بتشتغل هيساعدك على شغلك ويشجعك انك تنجح فيه. خامس صفة، هتلاقي الطرف التاني بيهتم بنفسه في الحاجات اللي انت بتحبه ان هو يكون فيها. يعني مثلا لو انت بتحبه يكون ناجح في شغله هتلاقيه بيحاول يركز عشان ينجح في شغله. لو انت بتحبه وعايزه يهتم بعيلتك هتلاقيه بيهتم بعيلتك. هو اساسا بيدور على سعادتك فين. سادس صفة، هتلاقي الطرف التاني شايفك دايما اساس لنجاحه في مستقبله.